ففضلت طول الوقت وأنا باكبر أنا عايشة في مجتمع مش شبهي على الإطلاق وبكبتني قوي. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ونسة مع أوسا. يا جماعة صوتي تعبان شديد وأنا فعلا عيانة، لكن الضيفة ما بتتفوت يا جماعة. انتوا هسي حتشوفوا حتفهموا يعني شنو. كان نفسي أنا أغني لكم كده في البداية وأبشر لكم، لكن الصوت ما حيساعد. فضيفتنا الحلقة دي يونيك، فريدة من نوعها، مناسبة جدا لونسة مع أوسا. رحبوا معايا يا جماعة مرام. صفقوا لا صفقوا بسرعة. أيوة نعم. أنا اللي مبسوطة قوي قوي إن أنا شفتك أصلا على جنب كده. يا سلام بجد مش مصدقة إن أنا سنين والله بخجل. لا أنا كمان بخجل والله. بعدين انت ما فاهم اللبسه دي شنو يعني؟ كده يعني عملتها فاشينيستا لك مخصوص والله. طب والله العظيم عاملاها مخصوص. دي مخصوص لونسة. I am not fan girling. هحاول اتمالك نفسي يا جماعه. مرام انا متعوده اشوفك في يوتيوب كده فهمتي يعني. وبعدين لما لقيتك في the other social networks I was like oh my god follow. بعدين صراحه انا لما شفتك في يوتيوب كنت I just يعني كنت قايلاكي بس بتغني. بعدين لما عرفتك لقيت انه اكتشفت ان انا بعمل حاجه ثانيه، فاشونيستا والبيت كونتنت كرييتر والكيرلي هي يعني كله. فانا عايزاكي تحكي لنا كيف انتي قدرتي توازني بين الحاجات دي كلها وتعمليها مع بعض كده، وهل خليت الغنى انا هتغني لي هنا؟ اولا انا ما عملتهاش لا خالص مع بعض. هي مراحل كده في حياتي، كل شويه بعمل حاجه. انا طول عمري بشتغل في المجال بتاع الميديا، في مجال الافلام الوثائقيه. ماشي، انا بحب شغلانتي جدا وببسط فيها وكل حاجه، بس انا شخص كده ايه مش عنده مواهب، بس انا بحب اكتشف حاجات كتير في الحياه، بحب حاجات كتير يعني. ففي فتره كده حسيت ان انا بحب اغني. ما اغني، صوتي حلو يعني ليه لا ما نغني يعني يا جماعه بجد حقيقه. بس فالموضوع كان بسيط كده، اللي هو انا نزلت كده فيديو على فيسبوك وانا بدف كده في البيت، والموضوع كده يعني وسع مني فجأة وبقى فيه كليب وخلاص لقيت نفسي بغني. بس ده جنب الشغل، انا ستيل شغلي هو اللي بيصرف عليا. انا بس بعمل ده كده فور فن، كرياتيفيتي وكده وحاجة انا بحبها وكده. وبعدين حصل حاجات وحسيت ان انا مش عايزة اكمل وعادي، ورجعت في شغلي عادي. وبعدين بعدها بكام سنة حسيت انه ايه، انا بحب الفاشن، اروح ادرس فاشن. يعني انت قريتي فاشن افتر؟ يعني انا لسه بادئه اول مره امسك ابره وخيط كان من سنتين اصلا. يعني فقرة التعزيز يا جماعة المرة دي شكلها حتطول، لأنه شنو يعني واو يعني. فأنا إيه قلت اكتشفتي إيه، مواهب كثيرة. أنا بحب حاجات كتير، بس أنا ما كنتش متخيلة إن المواضيع هتاخد مني وقت كده. يعني إن أنا هقعد حبة أغني وبعدين هقعد حبة في موضوع الفاشن. بس لما دخلت المعهد حسيت إن أنا مش عايزة أعمل حاجة تانية غيره. دي كانت اول مره بعد حاجات كتير. انا جربت حاجات كتير قوي على فكره. يعني الغنى مش اول حاجه، والفاشن مش يعني ما اعتقدش برضه هتبقى اخر حاجه، بس ده الحاجه اللي انا حسيت ان انا او ستاك لقيتي نفسك فيه. دي المره اللي انا قررت فيها ان انا هستقيل. يعني انا هحضر محاضرات من الصبح بالليل، انا عندي بروجكتس، انا مش هاخد كورس وامشي، لا انا هبقى طالبه في المعهد. That's so cute والله. يعني انتي زي ما بقولوا لقيتي شغف تاني وقررتي انك تمشي وراه. يعني very nice. طيب انتي اغنية حبيبي تعال. اوكي انتي اصلا عشان يا جماعة ما نمشي سريع، انا متحمسة داير اسألها الاسئلة وتونس سريع. لكن انتي ابوكي مصري وامك نوبية. طبعا دائما في confusions في الحتة دي، في موضوع نوبيين سودانيين، وين اللاين اللي بيفصل في النص.
فنحن حابين نتعمق في الحاجة دي أكتر، وعايزين نعرف ليه اخترتي تغني أغاني سودانية. هل لقيتي إنه هي بتشبهك؟ هقولك على أنا حاجة. جاية أثير الجدل. أنا هقولك على حاجة. أولا أنا كان عندي مشكلة أصلا في إن أنا من زمان كده من طفولتي وأنا عندي مشكلة إن أنا طول الوقت حاسة إن أنا لا أنتمي إلى مكان. ماشي. أنا طول عمري عايشة في القاهرة، أهلي طول عمرهم عايشين في القاهرة، وعمري ما رحت أسوان أو النوبة. عمري محدش خدني محدش قال لي حتى انتي نوبية. أنا يعني أنا عرفت كده باجتهاد. ماشي. بعد كبرتي. انما انا محدش ما كانش فيه كلام يعني في موضوع انا منين والاصول والحاجات وكده. لان ماما عمرها ما راحت برضو، هي برضو عاشت طول عمرها بين الخليج والقاهرة. ففضلت طول الوقت وانا بكبر انا عايشة في مجتمع مش شبهي على الاطلاق، وبكبتني قوي. يعني انا بكبت نفسي قوي. كنت عايشه في صراع مع التنمر طويل كده. تنمر في شنو بالظبط؟ في انه انا البنت السمراء الوحيده في المدرسه، انا البنت السمراء الوحيده البلوك بتاعنا. انا كده يعني ما كانش فيه ناس كده حواليا شبهي خالص. فبضطر بقى افت ان. ماشي. بلبس شبههم، بستريتن شعري، حاطه ميك اب طول الوقت علشان every curly hair girl فاهمه موضوع الستريتنينج بالظبط. لازم يعني تلقي في نفسك في نص حياتك فجأة انه لا لازم استشور شعري كل يوم. ما عارفه ليه احنا كنا قايلين انه ده هو مش بس كده يعني حل. كل حاجه بقى. انا فاكره والله العظيم ان انا كانوا حتى بيتريقوا، هم مش بس بيتريقوا عليا او بيتريقوا على هدومي، وبيتريقوا حتى على اختياراتي في الحياه. يعني انت بتحبي محمد منير عشان انتوا زي بعض، عشان شبه بعض لا ما بحبش محمد. طب ما بحبوش. انتوا بتحبوا مين؟ انا هحبه لانه كنت طول الوقت بحاول افت ان طول الوقت. فما كنتش كنت فعلا طول الوقت لا انتمي لمكان، مع انه هو المفروض تامبريس الاختلاف ده. انا ما كنتش بقى بامبريس اي حاجه من التنمر. كنت ببقى طول الوقت عايزه استخبى. فلحد لما بقى كبرت قوي واشتغلت وبعدين جات لي فرصه كده ان انا في كرو، يعني في شغل يعني تبع القناه. هيجي كرو من القناه من دبي، هيجوا لي مصر، وهنتحرك من مصر لجنوب افريقيا بالعربيه. هتمر بكل الدول. هنمر بقى بكل الناس دي بقى، كل بقى الدول دي احنا هنمر عليها. رحت بقى اسوان. بصي رحت اسوان قد ايه وانا كبيره. رحت بقى اسوان ما كنتش عايزه امشي بقى. حسيت انتمي. يا لهوي يا لهوي على سنين عمري اللي راحت. بجد الكلام ده انا مثلا كان عندي بتاع مثلا 28 سنه 29 سنه حاجه كده يعني. انا بقى رحت اسوان، ومن اسوان احنا رحناها بالعربيه، ومن اسوان اتحركنا على السودان، ورحنا اثيوبيا، ورحنا كينيا، ورحنا تنزانيا وزامبيا وزيمبابوي لحد ما وصلنا لساوث افريكا تحت. وهنا لقيتني بقى. يلا انا هنا عايزه اعرف تجربتك لما ما احنا في بودكاست سوداني وكده فهمتي. فتجربتك لما انت اصلا زرتي السودان كانت كيف؟ يعني شنو الحاجات اللي لفتت نظرك؟ احنا بدأنا من حلفة فوق. اوكي. ونزلنا على الخرطوم ولحد ما وصلنا تحت خالص عند الجدارف. شارع جدارف، شارع حلفة، شارع خرطوم. فلا انا من اول حلفة اصلا. يعني انا اوريدي كنت خلاص من اول اسوان كنت خلاص بقيت شخص بقى ايه يعني مشاعره مرفرفه كده. ماشي. رحنا حلفة، خصوصا حلفة يمكن المكان الوحيد اللي ما قعدناش فيه في اوتيل. حلفة رحنا قعدنا في بيت مع اسره وبعدين رحنا على الخرطوم. انا حبيت الخرطوم حب. يعني الناس عاده بتحب الاماكن شويه اللي بره، لكن انا حبيت الخرطوم. انا حبيت جزيره توتي. انا قعدت في جزيره توتي كتير قوي بجد. توتي يا اخوان. والله العظيم بجد. الكورنيش احنا كانت الاوتيل بتاعنا على النيل دايركت، فكنت على طول بننزل نقعد تحت على الكورنيش. ولحد ما نزلت الجدارف، وانا غنيت اكشلي مع مطرب اسمه امير بحبه قوي.
في الجدارف أغنية يا سمسم الجدارف. no way. والله العظيم. سمسم لازم تغني لنا انت اخر الحلقه دي يا جماعه، حضروا الحلقه النهايه عشان نغني. مرام حتغني لنا، نقعد نطبل ونغني لو سمحتوا. طيب ممكن تحكي لنا عن، احنا ما دام في التوبيك بتاع السودان ده بعدين حنمشي حاجات تانية، لكن ممكن تحكي لنا عن ردة فعل الشعب السوداني لما انت غنيتي الاغاني دي؟ لما انا يعني انا ما اعرفش اصلا على فكره ليه من دونا عن كل الاغاني. احنا ما كناش متربيين في بيت بنسمع فيه اغاني، باي ذا واي ما كناش بنسمع اغاني خالص. برضو دي حاجات كلها على كبر. فلما رحت السودان انا كنت كل ما اروح دوله اسيرش على الاغاني بتاعتها واقعد اسمع. اوكي، فانا بدات اسمع. وبابا لما عرف ان انا في السودان، بابا اكشلي هو بيحب شرحبيل احمد قوي، فقعد يبعت لي اغاني. اوكي وقعد مثلا انا على الكورنيش يبعت لي، ساعتها كنت اول مره اسمع شارع النيل، كان بابا ساعتها اللي بعتها لي. مش عارفه اقول له انا فين، يبعت لي كده يعني، كان عمال يساعدني. هو ما عملش ده طول مده حياتي، قرر يعمل ده برضه متاخر، قال اعيشها الاكسبيرينس كلها. ما دام انت في السودان هاكي اسمعي يلا. فبدات اسمع واتبسطت قوي بقى، يعني اتبسطت. انا فعلا حس الرحله دي خلتني الاقي نفسي في حاجات كتير. دي الرحله اللي انا سبت فيها شعري وبدات البس بقى ملون كتير على بعض واشتري بقى كل الحاجات. مرام الحقيقيه طلعت. لقيت نفسي قوي. لقيت نفسي قوي في الوقت ده، في كل دوله الاقي نفسي في حاجه. ففي السودان بقى كنت حطيت قبل، وانا لسه في اسوان كنت حطيت الفيديو بتاعي وانا بغني بدف المانجا والتفاح. ولما رحت بدأت بقى اسمع حاجات تانية، اسمع بقى ليا حب، واسمع شرحبيل احمد، ما اعرفش اتبسطت قوي يعني، مش ما اعرفش اقول ايه. اتقنتيها يعني، انت غنيتيها وباتقان يعني بجد يعني حسيت انه انت من زمان بتسمعي الاغاني دي لا يعني بس انا لقيتني يعني في مصر انا ما كنتش بسمع غير محمد منير بس، عايشه من صغري وانا كبيره بسمع محمد منير في الخفاء لوحدي برضه. ومحمد منير هو بحسه كده يعني صاحبي الانتيم، يعني هو ده اللي عاش معايا كل فترات حياتي. اول ما بدات اسمع حاجات، وبسمع بقى كل الاغاني بتاعت المصريين عادي في مصر يعني، بسمع اغانينا عادي. لكن في السودان حسيت ان انا عايزه اغني الاغاني دي، مش ان انا بس اسمعها. ومن زمان عارفه انه انت يعني عندك انا من زمان بحب اغني. ايوه يعني بس كنت فاكراها طبعا حاجه عمرها ما هتتخطى باب الحمام، عمرها عمر ما حد بره باب الحمام. ده نوع الناس اللي بتسمعهم بيغنوا في الحمام and you're like wait ايوه صوتك حلو على فكره دقيقه. بس يعني حسيت ان انا عايزه اغني. انتي بتقولي لي رد فعل الناس، انا اتخضيت من رد فعل الناس جدا، لانه الناس ما كانتش فاهمه انا سودانيه ولا مصريه. انا في البدايه فكرتك واحده منهم، بعدين حسيت بالاكسنت الصغيره. ايوه الناس كانت حاسه ان الاكسنت مختلفه. فانتي اوكي، انتي مش سودانيه، انتي مين بقى حضرتك؟ مين معانا؟ ولما جه الكورانتين وانا قررت ان انا اعمل الاغنيه بتاعت ليا حب، ده كان كورانتين، انا كنت في الشقه يعني. الناس بدات تحس ان انا يعني كل اغنيه والتانيه انا مش بتنزلي مصري، فانا اتحسبت على السودان. غير كده في الكونفيوجن اللي احنا اصلا قلناه في البدايه بتاع انه النوبه والسودانيين، في ناس يعني في ناس لاقيتهم في حياتي اوكي مصريين بيكونوا فعلا فاكرين اسوان والسودان حته واحد، لازقه في بعض، هم واحد يعني. فشنو بتحصل يعني؟ لكن انتي الغنى اخذ معاكي حاجات تانية برضو. شاركتي في مهرجان، شفتي انا ستوكر، عندنا ريسيرش تيم فظيع جايبينك كده. اوكي فكيف كانت تجربتك كنت بشاركتي في مهرجان الغناء ده، وانك قدمتي يعني قدام جمهور برضو ما كله مصري، فكيف كان شعورك؟ انت قصدك لما رحت السودان؟ ايوه. بصي هقولك بمنتهى الصراحه، انا كنت مبسوطه ان انا رايحه السودان تاني، ده كان كل اللي فارق معايا في الموضوع. ماشي، لكن انا لما بقولك في الاول ان كان في حاجات كده خلتني عايزه ابطل الغنى. انه الناس
اللي كانوا معايا كانوا بيتعاملوا على اني شخص ما عنديش خبره. اوكي. تي فما كنتش بحس ان انا مبسوطه على المسرح. ما كنتش بحس ابدا ان انا مبسوطه على المسرح. كنتش بحس عارفه اغني، لانه ما كنتش بفهم قوي في الحاجات التكنيكال. انا مش متمرسه. انا واحده ليترلي لسه بتغني من اول امبارح. لسه كانت قاعده على الكنبه بتغني، فجاه طلعوها على فجأة أنا في مسارح. المسرح في شنو يا جماعة؟ فانا ما عنديش خبره خالص في المسرح. مش عارفه ان انا المفروض اسمع الناس والناس تسمعني. ما اعرفش، انا مش سامعه نفسي، ما اعرفش ده صح ولا غلط. ماشي. ما في السماعة الصغيرة اللي بنشوفها عند والسماعه المغنيين. الصغيره دي كانت بتقع مني عشان ودني كانت صغيره. الموضوع كان بجد صعب قوي. جاطت. فكنت ببقى انا بلوك فورورد ان انا اطلع على المسرح، بس اول ما بطلع على المسرح ما ببسطش. فكنت ببقى مبسوطه ان انا عايزه اغني على الناس، بس انا عايزه الناس تنزلني من على المسرح وينفع ننزل نغني مع بعض على الترابيزات. يعني ما متعوده على الكلام ده يا جماعه. فحسيت انه كان انا نفسي اكون قاعده شايفه الحاجه دي، بس كويس والله العظيم ما كنتش مبسوطه. كنت طيب. مبسوطه اني بغني، بس كنتش مبسوطه ان انا في المسرح. لا it takes courage to know إن الحاجة دي it's not for you. يعني خلاص دي ما حاجتي. لا ما حسيتش ان انا عايزه ادرس زي مثلا الفاشن. ان انا طب ما تخليني ادرس عشان يكون عندي الخبره علشان كذا. لا، حاسه ان انا عايزه مش ما يروحوني قوي. هوايه ما شغف. هوايه مش سلام يا اخ. الله، شفتي كيف؟ ايه ده؟ حسيت بيكي صح. حقيقي. هل يعني احنا حسب الريسيرش بتاعنا والعصفور او الكتكوت اللي قال لنا انه انت كان في رفض من اهلك انك تغني. فهل ده اثر في قرارك؟ لا لا مش عشان حاجه. هو ما كانش في رفض من اهلي ان انا اغني. انا فاجئتهم، هم فجاه فتحوا يعني لقوني زيك بالظبط. ايوه فهماكي والله شديد. يعني فما كانش في نقاش قبل. ماشي. انا قررت اخد الخطوه ونخضهم كلنا. لكن بابا كان سبورتيف جدا على فكره. بعد هو اتخض. لما اخد وقته اتبسط عادي. I get you. اتبسط عادي جدا. ولما وبابا لحد قريب كان بيقعد يبعت لي حاجات كده من زمان ليا، يعني لحد ما قلت له على فكره انا وقفت لان انا ما بقتش مبسوطه اني مور. وهو يعني استغرب جدا، ايه ده بجد وبتاع. فهم كانوا مخضوضين، بس بابا قدر يتخطى خضته ويتبسط وتسبورت. نايس وان. طيب بعدين انتي قلتي انك مشيتي على الفاشن. دي مع صوتي سكسي والله. اصلا ده صوت دي شخصيتي الجديده مع البريدز. رايكم شنو؟ ايوه بتطلع شخصيه تانية، قصه تانية مختلفه كده. لازم يبقى الصوت عامل كده. شفتي؟ ايوه لو سمحتوا. طيب انتي بعد ما قلتي خشيتي على الفاشن وحبيتي تدرسيها وبديتي تصممي حاجاتك وكده، هل حنسمع في المستقبل مشاريع لها علاقة بالحاجة دي؟ أكيد إن شاء الله. 200 يلا أنا عايز أشتري. أنا عاجبني اللبسة دي كلها. أنا كان نفسي والله قوي تشتري وتديني فلوس والله. محتاجة قوي. أنا فعلا فضلت كتير قوي مترددة إن أنا أعمل الموضوع ده. ولما بدأت بعد تجارب. يعني أنا كنت بدور الأول على مصنع يعمل لي وبتاع، وبعدين حسيت إن مفيش حد فاهمني، وإن أنا لازم أعمل الوركشوب بتاعتي ولازم أعمل المصنع بتاعي حتى لو صغير. فبدأت وجبت مكان وجبت مكن وجبت. وبعدين في البروسيس نحن طيب البراند شفت إن أنا حامل بقى. تن وحد بقى فيكم يقدر يقومني من على السرير، لان انت مش متخيله انا عشان اجي النهارده اكمل الموتيفيشن سبيتش اللي انا كنت عماله اديها لنفسي عشان اقوم. طبعا يا جماعه انا لازم احكي لكم القصه دي. انا مرام من قبل ما اصور يعني يمكن كنت مصوره 2-3 رسلت لمرام I was like البيت دي بيرفكت فور ونس مع لازم تيجي تتونس معي، لازم ما في طريق. فرسلت لها وتونسنا وتكلمنا. بتذكر كان في موضوع كده يمكن ايوه صح نخش فيه. الموضوع كان انه هي يعني اختفت فجأة من انستغرام. وانا فعلا كنت يعني متابعاك. يعني انا شايفه انه فجأة انت بديتي ما تنزلي. قلت لها قعدت 4 شهور مثلا. ايوه قلت يا الله معناته ما حتجيني الحلقه. ما عرفت. قلت اسالها anyways. بعدين قالت لي والله يا اخي I'm taking a break بس يعني نشوف
بعدين بعد كم 3 شهر 4 شهور حرفيا فجأة مرام تاني أنا كنت خلاص اديها راحتها، فجأة مرام نزلت تاني إنه هي حامل. بقيت في حالة الله يعني بجد ما حد جيت أتونس معها كل زول في همه. فأنا بقيت في حالة يعني ايوه بس انا والله انا الحمل ده يعني لغاية بنسمع عنه حاجات ما كويسة، فأنا قلت البيت ما انا مش هاجي جنبها. لا والله انا فعلا انا 3 4 شهور دول فعلا كنت تعبانه قوي. وبعدين بدات ارجع، يعني بدات كده ارجع على السوشيال ميديا وقلت ان انا حامل وبتاع. وبعدين قلت لا خلاص احنا خدنا كلمه، انا هاجي منفوخه وبطني قد كده بس هاجي. والله حلاتك يا اختي ما عليك السكر سمحتي. طيب سواء كون انك بقيتي حامل الحاجه دي هي الاثرت هي اللي على وقفت المشروع؟ لانه ما نركز على حاجه واحده فعلا. يعني حدش يوترني دلوقتي لان انا متوتره اصلا طول الوقت. فلا ما عرفتش خالص اكمل، وخصوصا ان انا قعدت 3 4 شهور فعلا على السرير يعني فعلا. بس وبعدين حسيت ان انا هرجع 2 3 وبعدين هقعد تاني عشان الولاده، فقلت على ايه بقى اعمل بوز بقى للبروجكت كله على بعضه لحد بعد الولاده. يعني احنا نستنى؟ لا استنى يعني وشجعوني كده، لو لقيتوني برضو نمت كده برضو خبطوا عليا يعني شوفوني برضو انا رحت فين. ان احنا لا احنا حنكون مستنينك. ويعني لو عايزه موديلز للبيس بتاع، طبعا انا عندي كدا؟ حركه اسمها اني بدخل السي في حقتي في اي حته فكل يعني انا شنو تفتكري هلاقي احسن منك فين يا الله؟ هلاقي احسن منك فين يا ده انا اسمعي انا ما بقدر والله الحقيقه انا موافقه خلاص دي صح ديري ترقبونا يا جماعه. طيب مدام احنا خشينا في موضوع الحمل كده، انا طبعا شمشاره، عارفه يعني شو شمشاره؟ لا شمشاره يعني بحب اعرف اي شيء، بحب اعرف التفاصيل يعني كده فضولي. لا يعني. ايوه فضولي شديد اوكي. هو الشمار موستلي يعني جوسب، بس يعني عشان احنا we're gonna gossip about pregnancy. حلو. كويس. طيب فكيف كان دور الحمل وتكوين الأسرة يا مرام؟ الله شفتي كيف؟ أنا حاسة إنه سؤال كبير جدا في تشكيل خططك المستقبلية. سؤال خرافي، سؤال أكبر مني سؤال أكبر مني خالص. ولا حاجة. شفتي الإجابة الحزينة دي؟ ليه ده شنو يا مرام؟ والله انت عارفة ايه شكلها خضتك على قولتك. أنا فعلا أنا اتخضيت قوي، يعني أنا اتخضيت خضة صعبة. اتخضينا احنا الاتنين خضة كبيرة قوي واحنا في العيادة، لأنه هو فعلا جه في وقت بنصرف فيه كل اللي معانا في المصنع اللي أنا بعمله، وعندي مكان أنا بدفع إيجار وأنا قاعدة في البيت دلوقتي وبتاع، فهو كان خضة. God had other plans. بالظبط. لكن بعد مدة كده من الاستيعاب قلت خلاص بقى يعني مش هنكمل دراما يعني، خلاص جت طلع بنت. ده بقى exclusive. It's a girl. It's a girl. يكون عندها curly hair. فقلت خلاص بقى يعني ناخد بالنا من طنط لحد ما تيجي وبعدين تشرف بقى. بس انا يعني ان شاء الله يعني الحاجة اللي محسساني كده بالاستقرار ان انا مش ناوي اغير خططي يعني. صح. انه هي بس تتعمل لها بوز وهنرجع تاني ان شاء الله. في خطة تانية جات في النص، لكن شنو بس خططنا مكملة. هنعمل ايوه ري ارينجينج. لا والله انا مبسوطة لك شديد والف مبروك وتتربى في عزك كده شنو بيسموا تقومي بالسلامة. تسلمي. شفتي ونحن يعني شنو we are here to support. اوكي. بعد تولدي عازمك جبنة كتكوتة. جبنة يعني جبنة طبعا. عيب عليكي ما مضطرة أشرح. عيب عليكي. أنا ما مضطرة أشرح، أنت تكون شربت جبنة أكتر مني. عيب عليكي. طيب ثواني معاكي عندك لجيمات؟ أنت مش متخيلة. لجيمات. أوكي أنا سامحة مني. أنا متأسفة. أيوة أنا عندي فيديو يعني في الأركايف كده وأنا باكل كم من اللجيمات بدون توقف، مش قادرة أوقف. بسكر ولا بدون سكر؟ بسكر. يا أختي يا زولة فاهمة مع شاي لبن؟ لا عشان أنا بس عندي حساسية مش أكتر، يعني الموضوع مش من يا حلي أنا ذاتي ما بشرب شاي لبن عادي بس درامية.
لكن رغم ان هي شبه الزلابية عندنا، في عندنا اكله اسمها زلابية. هي صح، مش هي شبهها الزلابية. بس حقتنا غير يا اختي. والله. نحن يا مرام حننتقل للفقرة الجاية، ألا وهي فقرة الشمار. فقرة الشمار يعني أول حاجة جربت الفول السوداني، الفول يعني اكيد صحن الفول كده بشمار وبتاع. يا سلام عليكي. طيب فأنا هسي حأدي دور الشمار، اللي هو أنا عايزة أعرف البهارات. اوكي، عايزة أعرف الحاجات السبايسي اللي ما في زول عارفها. يلا بينا. طيب أنتي يعني شخصية مشهورة نوبية وسط مجتمع يعني شنو شوية أنتي مختلفة منهم وكده، أكيد واجهتي انتقادات كثيرة، يعني من انستغرام بوست لحد الريل لايف يعني. حسن. بالذات أنا فاهمة الشعر، أنا فاهمة الموضوع ده شديد، ومنكوشة ومريم فارس كله عشناه. فعايزة أعرف أنتي كيف كانت يعني شنو أكتر انتقادات كده أثرت فيك، وأنتي كان ردة فعلك للانتقادات دي شنو، whether it's how you look أو في الغنى أو يعني فهمتي in general. عايزة أعرف. من وأنا صغيرة كانت already أنا كنت عايشة في الموضوع ده، بس في المدرسة. في المدرسة في الشارع كده كنت بكره نزول الشارع، بكره مروح المدرسة، بس لمجرد ان انا الناس مش هتسيبني في حالي علشان انا شكلي مختلف. وما عرفتش اتخطى ده، فضلت طول عمري مش عارفة اتخطى ده. انا فاكرة وانا طفلة صغيرة كنت بقعد افكر في ان انا نفسي الاقي المصباح السحري علشان اطلب منه ان انا اكون بيضة وشعري ناعم، علشان انا مش انا يعني لانه ده اسهل من بقى انه ان احنا تكون بقى مختلف. أيوة. بالظبط. وخصوصا ان انا يعني مش منتمية لمكان تاني، يعني ما عنديش مكان اللي هو انا هروح مثلا في الشتاء النوبة فاحس ان انا بفت ان لا، انا عايشة طول عمري في القاهرة وهفضل كده، هفضل كده مختلفة. فلا ده انا ما كنتش عارفة اتخطاه، وما كنتش عارفة اواجهه، وما كنتش عارفة اعمل اي حاجة، كنت بس محاولات مستمرة ان انا ابقى شبه الناس. لما بقى كبرت شوية كبرت كتير، طلعت الرحلة دي ورجعت مرام مختلفة تماما خالص. مرام عندها استعداد انها تسافر أسوان تاني، انا رحت أجرت شقة بقى هناك، فضلت بقى قاعدة بقى، انا مش ماشية يعني. رجعنا من الرحلة رجعنا من الرحلة، خلصنا التريب دي بقى كلها، وصلنا لحد ساوث أفريكا، رجعت لميت شنطة هدومي ورحت تاني بقى قعدت في أسوان. بل دخلت بقى كل بقى الحاجات، يعني انا دي كنت جايباها من الفابريك نفسها، جبت بقى فابريكس بالهبل يعني طول بقى الرحلة، فلبسي بقى اتغير جدا، شكلي اتغير، وماما مصدومة من انه مرام مش هينفع تفضلي منكوشة كده، مش هينفع، مش هترجعي شعرك على طبيعته. اقعد اقول لها guess what دي طبيعته يا جماعة والله. guess what دي نطلع من طبيعته. الحمام بيكون كده والله العظيم. guess what دي طبيعته. انا حسيت ان انا لا كده عاجب ولا كده عاجب، يعني انا حتى كنت فردة شعري ولابسه زيكم، وبرضه كان شكلي مش عاجبكم. اوكي، فخلينا بقى نفسي بقى اعمل اللي انا عايزاه بس. وبعدين غنيت في مجتمع، انا من مجتمع مغلق، يعني انا من مجتمع محافظ جدا ومغلق جدا، وما كانش ده سهل خالص على العيلة، ما كانش سهل خالص على الأسرة، ما كانش سهل خالص على صحابي اللي أنا طلعت معاهم. ما كانش سهل. يعني انتقادات كانت في الحقيقة وفي الانترنت. في الانترنت أنا كنت كمان شوية يعني خلي بالك، أنا لما أنتي ما تبقيش برضو عايشة طول عمرك في النوبة وتروحي لهم فجأة، هم مش بيعتبروكي منهم برضو. يعني انتي مبسوطه you wanna be يعني لا احنا مبسوطين بيكي وانتي لطيفه ولذيذه وكل حاجه، بس يعني ما تعتبريش نفسك نوبيه يعني لا، انتي جربتيه عادي زيك زي كل المصريين. بس انا ما كانش عندي الحساسيه دي يعني. بس انا فاهمه ان وحقهم، انا لا بعرف اتكلم نوبي في النهايه، لا عشت حياتي كلها هناك ولا اي حاجه. فالسودانيين كانوا حاسين انه انتي برضو ليه بتغني اغانينا،
برضو عايزة حقهم. أصلها. أنا ما شفت الحاجات دي كتير فعاوز يعني ليه بتغني اغانينا وبتاع، وانا بقى كنت بقعد بقى ايه ابرر عشان بحبكم حبوني ماشي، اللي هو يعني عادي، ما احنا كلنا بنقعد نغني فيروز، ما احنا كلنا لازم يعني نبقى لبنانيين، ما عادي يا جماعة. السودانيين ما متعودين إنه الناس to celebrate our culture. فبالنسبة لهم كان غريب إنه في شنو، ومع إنه أنت ما طلعتي قلتي الأغاني دي نوبية، لا. بس I think ردة فعل السودانيين because الناس حتكون فاكرة إنه دي أغاني نوبية، بس هي لا، أغاني سودانية. رغم إن أنا كنت مش بكتب في الكابشن، أنا كنت بكتب في عنوان الأغنية بتاع اليوتيوب. يعني العنوان حبيبي تعال أغنية سودانية يعني ما عندكم أي طريقة معايا يا جماعة علشان بس إيه يعني ما حدش يحس إن أنا بتعدى أو بتخطى حد. فمثلا قلبي دجة مثلا كاتبة في الديسكريبشن بتاع الأغنية، وكاتبة في التتر في الاند كريدت يعني في الاخر انه الاغنيه لشرحبيل احمد. لا مش كفايه. طب اعمل ايه يا جماعه؟ ما احرجتونا قدام البيت، في داعي احسن الكلام ده؟ لكن في داعي للكلام ده. لكن فانا كنت الاول فاكره ان الناس مش مبسوطه صراحه. انا كنت فاكره ان انا عملت حاجه فعلا يعني مش صح، مش ظريفه. لكن في مره عملت حفله في مصر، اكتشفت ان في سودانيين كتير جدا جم حضروا. بنحبك شديد يا بنت انت طب ما انتوا حلوين اهو والدنيا لطيفه وبتاع. هو الانتقاد يعني شو بيكون من ناس معينه عايزين يمسكوا الكلتشر علينا كده وما في زول يقرب منه. لا، نحن هسه وصلنا مرحله احنا عايزين ننشر ثقافتنا، عايزين الناس تعرفنا، كان بالاغاني، كان بحاجاتنا، كان بعاداتنا. فيعني شنو، انت هسي في وانا سمع قصة بقول لكي ما تشتغل بالناس ديل ولو زول سألك وريني بس. لا انا بتفاهم معاهم. انا بعدها رحت السودان عملت حفلتين. لا الصراحة اولا الحمد لله كان كومبليت الاثنين لا الناس كتير كانوا مهتمين قوي بالموضوع. فانا فهمت انه زي اي حاجة، زي بالزبط. اي دولة في العالم بالزبط. زي اي حاجة طيب. بتحصل في العالم. هل جاتك انتقادات من مصريين علشان بغني سوداني؟ علشان in general انا عايشه في انتقادات من المصريين، ده طبيعي. يعني ان كان اولا انت مش مصريه بقى اصلا. يعني انت اساسا مش مصريه. يعني انت دوري كده في دوري كده في اجدادك ما هتلاقيكي مش مصريه. الناس مش متعوده ان تشوف بنت مصريه سمراء وشعرها منكوش، ما اعرفش ليه، مع انه في كتار كده يعني بجد يعني عندنا محافظات كتير قوي شديد انا شفتها. ايوه بس هم الناس يعني ما اعرفش يعني ما اعرفش. وخصوصا ان كمان النوبيين برضو محافظين اكتر. فانا في حاجه غلط. Do you think الحاجه دي هتتغير لقدام في المجتمع المصري؟ هو احسن عامه، انا حياتي احسن من زمان، فمعنى كده ان بدأوا يتقبلوا شويه. مش بس بدأوا يتقبلوا، بس كمان السودانيين قاعدين معاهم يعني ما في اي طريقه يتقبلوا لا وكمان العالم بقى مفتوح اكتر. يعني صح. انا كنت زمان وانا صغيره في التسعينات في المدرسه ولا في اوائل الالفينات ما كانش لسه الانترنت يعني غزا العالم. فانا شكلي مختلف عشان هما ما بيشوفونيش في التلفزيون. صح. نقطه. ايوه صح. بس لكن وانس ان دلوقتي هما بيشوفوا كل بقى حاجه وكل الاشكال وكل الانواع على الانترنت، فخلاص ما بقاش شكلي مختلف. صح. مختلف صح. زي الاول. صح كلامك. بس لسه ايه ده انت مصريه بجد؟ والله بجد مصريه شكلك كده اثيوبي. طبعا يعني انا فاهمه الحاجه دي لانه يلا احنا عندنا بالعكس. انت سودانيه؟ انت سودانيه؟ لا. مع شنو ميكس مع شنو؟ ايوه فشنو فاهماك شديد. هي نرجع نقول انه الناس عنصريه. المهم طيب يا مرة عرفت برضو انه انتي you're married لزوجك اردني. ميكس خرافي رهيب يعني. نوبي ومصري واردني ايوه. في معركه هويه كمان ليها علاقه بالبيبي، هيتكلم مصري ولا هيتكلم اردني، بنتخانق كل يوم. وانا اقول له هتشوف هتطلع بتتكلم مصري، يقول لي انا هسيطر كده. so cute. يس. وانا عرفته باي ذا واي في الرحله. يعني هو كان الرحله ال 15. ايوه ما احنا قعدنا شهرين بقى ماشي.
كان هو المخرج أحس كيوت شديد، يعني لقيتي نفسك ولقيتي زوجك. شفتي؟ وانا على فكره بقعد اقول ان انا لو ما كنتش على راحتي، يعني لو انا ما كنتش كده yourself ما كناش صح، ما كناش جا في الوقت الصح. بس هو كان المخرج، يعني فضلنا كده فتره عاملين نفسنا مش واخدين بالنا، وبعدين ارتبطنا. عايزين حلقه تانية بتاعت بودكاست بس حنتكلم عن how you guys met. ضروري. ايوه انا بعمل لكم حلقه دي على فكره يا جماعه، اعملوا لايك كومنت، جيبوا اديم كم لايك كده ده عشان نعمل الحلقه دي. انا ممكن اعملها لك عادي، بس تعالي بقى اقعدي جنبي في السرير، يعني نعمل كده، نعمل ونسه كده عندي في الاوضه. يلا اعملوا لايك شير سبسكرايب سريع. احنا عندنا فقره كتكوته، فقرتنا الاخيره وهي فقره اللعبه من عمل الحلقه دي. طيب فقره اللعبه مختلفه الحلقه دي، اوكي، لانه انت ضيف مختلف الله وعندك مواهب كثيره. ايوه احنا في اللعبه بنحب شنو؟ نظهر مواهب الناس طبعا في البودكاست. صح. فيا مرام اللعبه المره دي حيكون انه حتغني لنا بالسوداني. ما في كده اللعبه يا جماعه، ما عاجبكم كملوا الفيديو. طب هتغني معايا ولا هغني لوحدي؟ والله شوفي انا بشيل معاك. طيب انا اديكي يعني suggestions. انت انا ما عارفه انت لكن السوداني اللي بتعرفيش، نحن دارين اغاني سودانيه على فكره. انا عارفه اكيد. فشنو انت نفسك تغني شنو؟ نغني احنا بنبشر معاك، بنشيل معانا. انت قولي لي. لا انت قولي لي، مش دي لعبه. أيوة. خليكي الحكم على الاقل. ما انا لكن اغانيني صعبه، انا ما عارفه انت بتعرفي شنو. لا قولي لي حاجه انا عارفاها، انت عارفه ان انا عارفاها. طيب هتغني لنا ليه يا حب؟ لانه احنا متعودين على بصوتك وكذا، فهمت؟ ماشي يلا غني لنا. انا مستعده. بس غني معايا بقى يعني. يا بنت شايفه صوتي عامل كيف؟ اغني معاك هكون كده. قرار هيقفلوا الفيديو الناس. اوكي يعني هيك حته من ليه حب عناية. اوكي يلا. ليه يا حب بدق على بابي، يا سلام. حرام يا حب ضيعت شبابي. أبشر. أنا من يوم في دربك سرتا، يا ما بكيت ويا ما تعذبت. ليه عايزني ليه أعود لعذابي؟ الله. ليه عايزني ليه أعود لعذابي بعد ما نسيت يا حب وارتحت أنا. يا سلام يا أخي. يا التيم طبعا هنا حفلة. يعني عجبتني اللعبة دي، لعبة ممتازة جدا. طيب يا مرام فيكي حيل. أنا والله يلا بينا. بنت أنا حامل يا جماعة. يلا كويسة. يلا أنا كل ده ما تزعلي مننا يا كتكوتة. طيب الأغنية الثانية هقولك على حاجة. لما جيت أغني قلبي دقة كنت محتارة بين أغنية قلبي دقة بتاعت شرحبيل بين أغنية تانية لشرحبيل مش فاكرة قوي دلوقتي، بس هي اسمها يا تايه في ظلام الحب. ماشي. يا دايج جراحه، يا طايج نعيمه، حاجة يا طايج جراحه يا كاره نعيمه. يا قصة. أنا المفروض أساعدك لكن أنت قصدي كده. ماشي. معلش يا جماعة ما بعرف. الأغنية دي حلوة قوي. مش عارفة تعرفيها ولا لأ. كان بيقول فيها الدنيا الخؤونة. استني هقولها لك. أنا هحكي لك القصة. هحكي لك القصة. استني احكي لي. اوكي. الدنيا الخؤونة فرحة ما بدوم، تشعل نار فيك وتزيدك هموم. يا قلبي المتيم كم لاقاك عذاب في جرح الحبايب، كم لاقاك لوم. يا سلام يا أخي. يا سلام. حاسة روحي قاعدة في شارع النيل بنشرب فيه شاي، انت في الجيمات كده وبنتونس. يا سلام. لعبة ممتازة دي عجبتني. هل انت بعد ما غنيتي سوداني حسيتي لهجتنا سهلة؟
صعبة لسه، لانه مهما احس ان انا جامده الناس تقول لي لا لا. فهمتك. هي اتقانها صعب، بس اتقانها صعب. لا هي تتفهم طبعا. لا هي تتفهم عادي، بس انك انتي تتكلمي بيها. يعني انا كنت والله منبهره جدا بهديل. صحيح. بس ليه؟ علشان هي عندها صاحبه سودانيه من زمان. شعر هديل. ما حضرتوا الحلقه، مش احضروه. فهي عندها مها من زمان بتتكلم معاها سوداني، لكن انا ما حدش بيتكلم معايا سوداني غير شرحبيل. انت عندك هسي قصه. انا خلاص بقى احنا خلاص. انا وشرحبيل ما كده. فهمتي؟ ايوه. شكرا لك يا مرام على اللعبه الكتكوته دي. فقرتي المفضله بتاعت اللعبه في السيزون ده. معلش يا جماعه، شكرا لكل ضيوفي وبحبكم، لكن شنو يعني معلش فازت. حنعمل صدى كده بورا حركات. طيب يا مرام، انتي حتكتبي لنا نوت كتكوته جدا. موافقه جدا على حلقه البودكاست الجايه جدا اللي انتي حضرتيها دي. انا اسفه شديد والله العظيم. لا والله انا اتبسطت قوي، وبعدين الوقت مر صح كده. ما لانه جاطت يا جماعه. يعني الليله مرام شافت بيهايند ذا سينز، عندنا كانت تكنيكاليتيز كده شافتها. مش مشكله، انا كنت شغاله في التلفزيون. دي حاجات بسيطه خالص يا صحيح. انت طلع زولتنا زي لا صلى على النبي. دي حاجات بسيطه بتعدي عادي. فاهمه الموضوع. هاتي خليني اكتب عشان انا بحب. اكتبي لي حاجه كتكوته كده. يعني مثلا قد ايه ده كان احلى يوم في حياتي. بودكاست صح مشيتيه في الحياه. موافقه. ممكن اسند على حاجه؟ عندك حاجه اسند عليها؟ تفضلي. وانا سمع قصه everywhere. شكرا. طيب يا جماعه، احنا هنتونس شويه مع بعض. شنو يعني؟ شايفه انا كومنتاتكم وحاجاتكم ما قد كده. ده شنو قد كده؟ دي المصري خشه طوالي. ضيوفيك في كتار منهم مصريين يا جماعه، فاللهجه بقت تتوتر. المهم، ده شنو الكومنتات والهيترد اللي قاعد تعمله؟ شايفاكم انا ناس تويتر، شايفاكم. فشنو يا جماعه، اي زول عنده راي في البودكاست عادي، يعني عندكم راي نحترمه ونقدره. شنو يا مرام؟ قصيدة يا مرام؟ قوي. انا بحب أكتب. انا بحب كده. بحب اقرا واقول امي جاد مرام بتقول لي كده. انت دائما بتضحك فيني كويس. يعني الناس اللي ورا الكاميرا يا جماعه بيضحكوا فيني كل شويه. طيب ما علينا. انا خلصت الكتكوت. تين مبسوطين. يا سلام يا اخ. تعلموا يا ضيوفي، تعلموا. ده كلام قليل. حاسه انا لسه عندي كلام كتير. يا سلام يا اخ. ونسة. بجد كان يوم خطير. حصل والله. شوفي يعني انا اشهد. ويا أسطى انتي احلى مذيعه في العالم. حصل. مع اني ما بحب زول يقول لي مذيعه، لانه بحس بالضغط النفسي. لكن شو اقول ايه؟ عجبتني منك مقبوله يا مرام. واتبسطت قوي، والوقت عدى معاكي بسرعه. حب كبير. حصل. كله حصل. سو كيوت. هنحطه في البورد الكتكوت حقي. اوكي. ويعني انا بجد. طب انتي مش هتديني سوفونير؟ ممكن اخد كارت مثلا. هتاخدي قلبي مبدئيا. يا بيسكلي. لا بس يعني اوف كورس انا يا بنتي انا مستنياك تولدي بس عشان نمشي نسوقك جبنه والجيمات مع البيبي. لكن هيكون بالكلام وكده. والله يا بنتي ما بعرف حاجات الامهات دي. انا ولا انا هنقعد احنا نتفاجئ احنا كلنا. ما مشكله. انا عايزه كتكوت كده. I love babies طبعا. فانا شنو مستعده لما تولدي وريني بليز. حاضر. حزوركم. موافقه في البيت. موافقه. طيب شكرا يا جماعه انكم قعدتوا معنا لحد اخر الحلقه، وان شاء الله تكونوا انبسطتوا وشفتوا ضيفتنا الكتكوته المميزه مرام. وتمشوا تحضروا فيديوهاتها كلها، وتمشوا تعملوا لها فولو. حقدت لكم اللينك بتاعها تحت. تعملوا فولو وتعملوا لكم توروا حب الشعب السوداني لمرام يا جماعه. ما داير كلام كثير، انتوا عارفين وانا عارفه. شكرا لكم. شكرا. See you guys in the next episode. يلا نمشي نوبه، نمشي اسوان. يا بنتي حد يقومني مع الكرسي اصلا. نمشي اسوان ايه؟ انا عايزه مساعده عشان اقوم. يا هلالك. ويت